وطبعا كل ما بيعرفوا عن الرياضيات اكتر كل ما اسئله كريم وياسمين ما بتزيد. أنا ملاحظ إن في فروع كتيرة تحت الرياضيات، ناس كتيرة أوي اشتركوا في تأسيسها واكتشافها. ده صحيح فعلا، في كذا فرع. انت ممكن تتخيل الرياضيات زي اي قاره، زي افريقيا مثلا، وفيها مجموعه من الدول دي ممكن تعتبرها الفروع. ففي عندنا دولة الحساب أريثماتيك، ودي من الدول العريقة في القارة، وهي مسؤولة على التعامل مع الأرقام، جمعهم وضربهم وقسمتهم كده يعني. وبعد كده ممكن تلاقي دولة تانية جنبها اسمها دولة الجبر، الجبرا. الدولة دي بتستخدم حاجات كتيرة قوي من دولة الحساب مع كميات متغيرة ومجهولة، ودي اللي بنسميها عندنا المتغير، زي السين والصاد. ولو بصيتوا هناك شوية هتلاقوا دولة الهندسة، جيومتري، والدولة دي مهتمة بخصائص النقط والخطوط والزوايا والأشكال ثلاثية الأبعاد وحاجة زي كده. أما دولة حساب المثلثات، تريجنومتري، فهي بتعتبر برضو من الدول العريقة. الدولة دي بتهتم قوي بقياس المثلثات وعلاقات الزوايا بتاعتها بأضلاعها. فاكرين مين مؤسس التفاضل والتكامل؟ differentiation and integration؟ أيوة دي فاكراها، كان نيوتن وليبنيز تقريبا. تمام. الدولة دي مهتمة بحاجتين، بحساب معدل التغير وميل المنحنيات، وحساب المساحات تحت المنحنيات. طريقة تقسيمة القارة ليها طرق كتير قوي، منها مثلا طريقة تقسيم فروع رياضيات، هي مطبقة ولا لا. فتلاقي حاجة اسمها الرياضيات البحتة والرياضيات المطبقة، وفيها تقسيم تاني، تقسيم فروع رياضيات حسب التطبيق. فتلاقي فرع بيتكلم في الرياضيات اللي بتفيد الهندسة، وتلاقي فرع تاني بيتكلم عن الرياضيات اللي بتفيد التطبيقات المالية وحاجة زي كده. في شغلانات كتير قوي 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 بتحتاج القارة دي. أكيد، زي أستاذ الرياضيات. دي الإجابة البديهية، إنك لو بتدرس جغرافيا أكيد هتطلع أستاذ جغرافيا، لو بتدرس رياضيات هتطلع أستاذ رياضيات. لا بس ده مش قصدي. تعرفوا إن دراسة الرياضيات ممكن تخلي اختياراتك لا نهائية في الشغل؟ ازاي يعني؟ تسمعوا عن شغلانة اسمها محلل بحوث عمليات؟ واحد زي ده بيكون مطلوب في الشركات عشان يطبق الرياضيات في حل مشاكل كبيرة في الشركة، وبالتالي يحسن من اتخاذ القرارات. والشاطرين في مجال برمجة الكمبيوتر، الفيفا، والناس اللي عملوا نظام تشغيل زي الويندوز والماك وكده، والناس اللي عملت الوورد والاكسل والفيسبوك، وكل الناس دي من غير الشطارة في الرياضيات ما كانوش هيعملوا اي حاجة. طب مجال تالت مختلف عن الاتنين دول، عارفين؟ في شغلانة خبير الارصاد الجوية اللي بيقول لنا ايه هي احوال الجو. من احد العلوم اللي لازم يكونوا شاطرين فيها علشان يقوموا بالدور ده هي الرياضيات. إيه ده التلاتة فعلا بعاد عن بعض، وفي نفس الوقت كلهم عايزين رياضيات. طب دوروا كده على الناس اللي بتستثمر في البورصة، مش دول عايزين رياضيات برضو؟ تعرفوا وارن بافيت ده من أنجح مستثمرين البورصة، يعتبر الراجل ده في ترتيب الأغنياء على العالم رقم 4، ومعاه أكتر من 50 مليار دولار. مكتوب عن الراجل ده إنه بيحب الأرقام والبزنس والفلوس. حتى الناس اللي شغالة في السياسة وتطلع تقول لك الدخل القومي كذا ومتوسط دخل الفرد، خلاص والله اقتنعنا. انك تكون واحد بتاع علم نفس. تعرفوا انهم قسموا طرق البحث العلمي في علم النفس لقسمين، قسم منهم معتمد تماما على التمثيل الرياضي والاحصاء، وكمان الناس اللي شغاله في شركات التامين. كفايه معلش، وانتوا كمان ابعتوا لنا شغلانات ايه كمان بتحتاج الرياضيات وبتفيدنا في ايه.